صراحة لو نأتي ونضع يعني قائمة للأطراف التي يمكن أن تكن العداء المباشر للدولة الجزائرية، لأنه حساباتنا تفوق ما يمتلكه المغرب صراحة. هذا هو اللي ممكن نقدمه. وأي مغربي لديه الشجاعة يواجه ويطلع ويوضح لنا بأن الصحراء كانت مغربية، يعني وأنا مستعد لمناقشته صراحة. طيب أحسنت، سد المايك. المهم تكونوا تبقوا يا مصطفى، يعني عندما تقولون المداخلة لا تذهبوا حتى نغلق الملف، لأنه أنا تعودت من جماعتك أنهم يلقون بالمداخلة ثم يخافون من الرد ولا يريدون أن يستمعوا الرد، فنتمنى البقاء حتى تسمع الردود على ما قال. أنا عندي استفسار فقط قبل ما نعطي بديع الزمان. أنا لا أدري كيف دولة عندها مشكلة مالية لدرجة أنها فاقدة للسيادة المالية يقبلها الفيفا أن تنظم كأس العالم. بس لو تشرحوا لي هذا. ومن شروط كأس العالم الضمان المالي. يعني شوف عندما أنتم تتحدثون كثيرا، بينما الشواهد تنقض كلامكم جملة وتفصيلا. يعني عندما أنت تحفظ كلام، تصف دولة أعطتها الفيفا تنظيم كأس العالم القادم أو اللي بعد القادم، ولا تعلم أن الفيفا قبل أن تقبل دولة أن هناك التزامات مالية وأن هناك كشوفات مالية وأن هناك ضمانات مالية، ولا يمكن أن يعطى كأس العالم لدولة عندها مشكلة مالية من حيث الأساس حتى على 10 سنين قادمة. هذه واحدة. مسألة فقدان السيادة المالية، اسمح لي أقول لك منقوضة. أنت لا تحسب للجارة الجارة الغربية أي حساب. يعني أنتم لا يخطب رئيسكم دون أن يلمح للمغرب. لا يمكن. أنا أتحداك أن تأتيني بخطاب لعبد المجيد تبون لا يلمح للجارة الغربية ثم تقول أنه لا يحسب لها حساب. إذا كان الرجل يقوم وينوم ويصبح ويمسي ويخطبه المغرب 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 المغرب، يعني كل هذا كله وانتم مش عاملين لها حساب. كيف لو انتم عاملين لها حساب يمكن تاخذوها من الخريطه يا رجل. حتى اذا جزائري طلق جزائريه تقولون المغرب. يا رجل يا مصطفى، انا عندي مقطع موجود لوالي بشار. والي بشار يشتكي ان المغاربه يجلبون افارقه لكي يتزوج هؤلاء الافارقه بجزائريات حتى يشوهوا النسل، يعني يطلعوا الناس كحل. يعني تخيل تأثير المغاربة باعتراف مسؤوليكم أن المغرب وصلت لدرجة أنها هي من تزوج الجزائرية وهي من تحدد لون النسل الذي سيأتي. طبعا هذا كلام فارغ، بس أقول لك ماذا يقول مسؤولوكم. مسؤولوكم لا يتحدثون عن شيء كما يتحدثون عن المغرب. يا رجل لو أنكم تذكرون الله كما تذكرون المغرب كان أنتم تدخلوا الجنة مباشرة. ثم تأتي وتقول لي أنك لا تحسب لها حسابا. أنت تدور في فلك المغرب. أنت كل سياستك ردة فعل للمغرب. إذا سحبت سفير فلأنه اعترف بالصحراء المغربية. الآن تخاصم فرنسا لأنها اعترفت بالصحراء المغربية. كل مشاكلك منبعها وأصلها ارتدادات حاجات كانت في المغرب، ثم تأتي وتقول لي أنا لا أحسب للجارات المغرب شيء. يعني أنا أتمنى أن يكون الكلام شوية يستند للواقع. على الأقل إذا ما فيش، لو أطالبك بشيء يثبت ما تقول لا يوجد لديك شيء، لكن على الأقل قل كلاما وأنت تعلم أن الواقع يطابقه. أما كلامك في وادي والواقع في واد آخر، هذا كلام آخر. مصطفى تفضل. شكرا. صراحة في بعض الأحيان أعتقد بأنه مستوى النقاش ينزل لدرجة حتى الإنسان لا يستطيع كيف يرد صراحة، لأنه نحن نناقش، من الأحسن أن نناقش الأفكار ولا يجب تشخيص
النقاش يعني، صحيح. والتركيز على المسائل